سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم معي في قناتي ديس ونبيله مزيانين. الوصفه تاع اليوم طلبتوها مني بزاف، هي لي مادلان. تقدروا ديروها كمشروع مربح للمقاهي او قوتي لولادكم. واش راح نسحقوا في هذه الوصفه؟ عندنا 5 مغارف سكر، 5 مغارف لا شابلور، 5 مغارف فارينه، كيس خميره كيميائيه، 2 حبات بيض، نص كاس اتاي زيت، نصف كاس حليب، مغرفه كاوكاو مرحي ومحمص، مغرفه صغيره لباني، قرصه تاع الملح. الحاجه الاولى، حكمت البيض تاعي، ضفت له 5 مغارف سكر، حركتهم مليح حتى داب لي السكر. بعدها ضفت له نص كاس اتاي زيت مع نص كاس حليب، زدت خلطتهم. زدت ضفت لها مغرفه صغيره لباني و5 مغارف لا شابلور اللي كنت حضرتها معاكم، مع قرصه تاع الملح ومغرفه كاوكاو مرحي ومحمص. خلطت المقادير دياولي. بعدها ضفت لها الفارينه اللي قلنا 5 مغارف اللي كنت غربلتها مع كيس خميره كيميائيه. خلطهم مليح حتى تحصلت على هذا القوام، تكون عجينه سائله نوعا ما. الجهه الاخرى حكمت السنيوه تاعي، درت لها لي كيسات، فرغت العجينه تاعي ودخلتهم للفرن على درجه 160 درجه. هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. ملاحظه فقط، انا كنت درت لها من الفوق معجون تاع المشماش وزينتها بالكاوكاو مرحي، هذا يبقى اختيار. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه. نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. الى الملتقى.